جاء بعض الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه: يا رسول الله، أربنا بعيد فنناديه يعني نصرخ، أم قريب فنناجيه؟ فأنزل الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله يجيب دعوة أي داع، لو ناجاه، لو أسر له، لو كان في سجوده في آخر ليله رفع يديه، فإن الله عز وجل هو المجيب. كم آذى قوم نوح نوحا، ظل سنوات يدعوهم إلى الله طويلة، فآذوه فرفع يديه إلى السماء فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. الله عز وجل نعم المجيب، هو المجيب، اسم من أسمائه، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، يستجيب ويجيب الملهوف إذا استغاث به، ويلبي دعوة من دعاه إذا عبده ولجأ إليه، ويجيب دعوة من المضطر إليه جل وعلا. الله هو المجيب. قال صالح لقومه: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. الله عز وجل مجيب لعباده إذا دعوه، إذا نادوه، إذا استغاثوا به، إذا لجوا إليه، إذا رفعوا أياديهم إليه. إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فالله هو المجيب. والإجابة نوعان: هناك إجابة خاصة لأهل الإيمان، إجابة خاصة لمن دعاه وعبده وأطاعه واستغاث به مخلصا لله جل وعلا، يجيبه الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهناك إجابة لكل مضطر، لكل ملهوف، لكل من يستغيث به، كل من وصل إلى حد الاضطرار وإن كان كافرا، فإن الله عز وجل يجيبه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله، الله يا الله. زكريا عليه السلام كان متكفلا بمريم عليه السلام، كان يأتي ويرعى شؤونها وهي فتاة صغيرة، وكان زكريا قد حرم من الولد، ما عنده أولاد كلش. فلما رآها اشتهى الولد، فأخذ يدعو ربه: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. أخذ يدعو ربه، ولأن الله عز وجل هو المجيب، إذا توفرت شروط الدعوة أجابهم مباشرة. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. طفل ما أجمله، طفل ما أحسنه. مو بس كذي يا زكريا، راح يكون هذا الطفل نبيا من أنبياء الله عز وجل. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، لأن الله عز وجل هو المجيب. كم مخلوق يسأله في الأرض، ليس فقط الإنس والجن، حتى الطيور. رأى نبي الله سليمان نملة تستسقي الله تطلب المطر، يسأله من في السماوات والأرض، كلهم يسألون الله عز وجل وهو يجيبهم. إن ربي قريب مجيب. تعجب عندما تشوف مئات الآلاف في أرض واحدة يسألون الله والله يجيبهم،
أنت تخيل أن كل المخلوقات تسأل الله عز وجل، ليس فقط الإنس، والله يجيبهم. إذا سألت الله المجيب لا يردك، إما أن يعجل لك الطلب ودعاؤك يحصل لك في الدنيا، أو يدخره لك عنده يوم القيامة أعظم مما تمنيته، أو ثالثا يصرف عنك من السوء مثله وأنت ما تدري ما كان سيحصل لك من السوء، وصرفه الرب عز وجل عنك بدعائك وأنت لا تشعر. إن ربي قريب مجيب. قحطت الأرض فجاء أعرابي يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في خطبة الجمعة، فرفع النبي يديه إلى السماء وليس في السماء قزع، ما في غيمة، فدعا ربه فامتلأت السماء بالغيوم أثناء الخطبة، مو بعدها بساعات، على طول وهو يدعو تجمعت الغيوم ونزل المطر، ابتلت لحيته وهو يخطب الجمعة، لأن الله مجيب. الله جل وعلا القريب المجيب، تطلب من غيره، ترفع يديك لمن سواه. الله يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. انتبه، حتى لو كان كافر، حتى لو كان كافر، حتى لو مشرك، حتى لو مشرك، في أزمته في لحظة شدته اضطر إلى ربه رفع يديه إليه يجيبه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه إنه المجيب. أيها المظلوم لا تجزع، لا تيأس، فإن ربك مجيب. قد يؤخرهم لكنه لا يغفل عنهم، فارفع يديك إلى المجيب جل جلاله. الله يا الله، الله يا الله، الله الله.